السلام عليكم، احلى مسا على عيونك ويومك لذيذ. واحنا بتوع الاتوبيس، احنا بتوع الفوتو سيشن، احنا بتوع الوعي، احنا مش بتوع ريجيني، احنا بتوع الحزق يا اخوانا. مقتل الشاب الإيطالي. النيابة العامة الإيطالية مستعدة لمحاكمة المتورطين في قتل الطالب جوليو ريجيني بمنتهى الوضوح كده قالوا احنا اللي قتلناه، وتؤكد امتلاكها أدلة قاطعة حول تورط 5 أفراد أمن مصريين. أخطاء بشرية، أخطاء فردية، لأنه دولة مصر دولة مؤسسات حقيقية. ايه ده؟ وحش ولا ايه؟ مين ده؟ انا ما اعرفوش. في مصر أقدم الحضارات وأطول الأنهار وأيضا أسوأ السجون. انتهاكات عدة تعد الأولى من نوعها منذ سنوات داخل سجن للنساء. المفروض الراجل يحط ايده على ظهره كده لما يكلم الست. شابة في 32 من العمر تدعى مريم سالم انتقلت إلى جوار ربها حتى ما تخافش. سلمى الشيمي الفتاة اللي تم القبض عليها. في بعض الناس متعاطفة بالمناسبة، ويقول لك إيه المشكلة وهي عملت إيه يعني إنها تقوم بارتكاب هذه الجريمة. صاحبة الصورة اللي يعني قدام معانا الصور يا جماعة، لا هاتوا الصورة فول فريم. أيوة وانا اللي فاكرك مؤدبة. إنها تعمل كده ويا سلام وتدينا بقى الحاجات إيه هو ده، وريني. ما تهدي أعضائك يا عمنا. لقاح لكورونا. أين الفاكسين؟ الناس كلها بتتكلم على لقاحات بيتم تجهيزها في الدول المتقدمة. أين الفاكسين؟ موجود، هو قادم. قد يبدأ التلقيح في بريطانيا بعد أسبوع، وفي فرنسا وألمانيا وباقي أوروبا وحتى أمريكا قبل نهاية العام. أنا أتصور أن اللقاح الحقيقي هو الوعي في التعامل مع الوباء. اتولد ناقص أعضاء، يعني الأعضاء اللي بيفهم فيها راحت. اديني الفاكسين. هناخده ازاي؟ لا هو كده اوريدي كلنا اخدناه يا جماعه. أكيد أخذناه. طبعا. ايه ده؟ موديل متصوره في الهرم؟ لا ده مسلات مصر كلها تجمع هنا ناو، لا ده نيابات مصر كلها تجمع هنا ناو. يلا يا رجاله عندكم طلعه. ازاي حد يتجرأ ويتطاول على اثارنا المصريه العظيمه ويصور جنبها؟ هو احنا بقينا بنأجرها ونهربها لكل دول العالم من شويه؟ ما هو اللي بتشوفه. بصوا يا جدعان من الاخر كده، دور الحكومه الراعيه للاخلاق الحميده ده مش واكل مع الناس، عشان الناس كلها شايفه الحكومه وحميده ملفوفين في ملايات ونازلين من شقه مشبوهه، والاثنين راكبين نفس البوكس. واحد اريال يقول لي يعني انت مش عايز الحكومه والنيابه يقوموا بدورهم؟ ما واحده اتصورت في منطقه اثريه، النيابه حققت معاها ومع المصور المجرم عليا الحلال المجرم، وطلعوا بكفاله على ذمه القضيه 1000 جنيه عدا ونقدا. وده يقول له طبعا مفيش مشكله ان اي حد يشوف شغله. واساله يعني هو خلاص ما فاضلش غير دي ويبقى القانون مطبق في مصر يعني بحذافيره؟ ولا القانون خلاص يعني في مصر. اخش اجيب لك سطر القضايا من جوه، اخش اجيب لك قوايم المظلومين اللي في السجون، اخش اجيب لك سنين بتضيع من بشر بسبب حبسهم احتياطي، او العكس ناس بيتحكم عليها بسرعه الصاروخ وتاخد اعدام وتنفذ فيها كمان. ده مصر في اخر 6 سنين اتنفذ فيها 75 حكم بالاعدام، يعني كل شهر بنعدم مواطن. ما هو يعني ما تبقاش البلد بتضرب تقلب واسره ريجيني قلبة الدنيا على ابنها واحنا النيابه العامه تطلع تقول ان كلام النيابه الايطاليه مش مقبول وبس. لا، في ادوار كتير ممكن تقوم بها النيابه، ممكن تحقق في القضيه مثلا توصل للجناه لا سمح الله. يعني شوفوا مين اللي قتل الباحث الايطالي جوليو ريجيني في فبراير 2016 ويقبضوا عليه. ممكن النيابه تقول لنا حقيقه قصه ال5 مواطنين اللي اتقتلوا في مارس 2016، يعني بعد شهر من قتل الشاب، اتقتلوا في ميكروباص وهم عزل بتهمه الاشتباه في كونهم قتلوا الشاب جوليو ريجيني، وهم ولا قتلوه ولا يعرفوا عنه حاجه اصلا. وفي الاخر النيابه الايطاليه بتتهم 5 عناصر امنيه مصريه بتعذيب وقتل الشاب. 5 برضه، واخد بالك؟ ممكن النيابه وده حقها ودورها تشوف احوال الناس اللي محطوطه في السجون وتتاكد ان هم بياخدوا حقوقهم كامله في الاكل والشرب وحسن المعامله والتريض والرعايه الطبيه والزيارات. تقول لي مش عايزين DVD كمان في السجن؟ يا عم هقول لك وماله. ايوه ما يبقى في السجن يعني DVD عادي. حضرتك لو حد عمل جريمه تستحق العقوبه، في العقوبه هي السجن، تأييد الحريه يعني وبس. مش حرمانه من رؤيه اهله وحرمانه من الاكل والشرب والشمس، مش حرمانه من متابعه اللي بيحصل في العالم، مش حرمانه من حقه في العلاج والرعايه الصحيه. يعني صور المحاميه هدى عبد المنعم مالت السوشيال ميديا برضه زي ما صور الموديل ما انتشرت. فانت كنيابه لازم تشوف برضه قصه المحاميه المعتقله هدى عبد المنعم، يعني واحده ست معديه 60 سنه مقبوض عليها من نوفمبر 2018. ليه كل ده؟ عملت ايه يعني؟ ايه تهمتها حضرتك؟ ليه تفضل في السجن بعيده عن اهلها كل ده؟ وكمان محرومه من الزياره في وسط الكلام الكتير عن تدهور حالتها الصحيه. فلازم تحرك حقيقي وجاد من النيابه. معلش انا تعبكم معانا، ممكن نسيب حمو بيكا شويه وخناقته مع انكل هاني ونأجل يعني لو تكرمتم تحقيقات الفوتو سيشن حبتين، ده لو ما فيهاش رزاله مننا يعني، ونشوف المواطنين دول اللي واقعين تحت مسؤوليتنا واشرافنا، يعني ارواحهم في رقبتنا كلنا في الدنيا والاخره. الاغرب ان وزاره الداخليه على صفحتها الرسميه مطلعه بيان كاتبه فيه نقلا عن مصدر امني. نعم، اللي هو ازاي يعني؟ انتوا وزاره الداخليه حضرتك، انتوا البوليس يا باشا، قولوا على طول اللي عايزينه. انتوا مش جورنان ولا موقع عشان تقول لي كلام نقلا عن مصدر امني. المهم المصدر الامني المجهول بيقول ايه؟ بيقول كل الكلام المتداول عن صحه هدى عبد المنعم ده كذب في كذب،
وهي تعبت ووديناها كشفت وبقت زي الفل كويسه. طب يا عم الحمد لله. طب سؤال بس معلش يعني بنتقل عليكم، يعني هي بقى لها سنتين محبوسه ليه في ناس كتير يعني جدا، ناس كتير جدا محبوسه في مصر بتهمه نشر اخبار كاذبه. طب هو لما مذيعين ومسؤولين ليل ونهار طالعين يكذبوا علينا ما بيتحبسوش ليه؟ لما ناس طلعت قالت 1000 روايه وروايه في مقتل ريجيني مثلا، وكلها روايات كذب في كذب ومليانه بالتناقض، محدش منهم بيتحاسب ليه؟ طب مثلا مدير مركز المناعه واللقاح الدكتور امجد الحداد طلع يقول لنا في تصريحات صحفيه ان احنا كمصر المنظومه الصحيه بتاعتنا اصبحت اكثر خبره في التعامل مع الفيروس، وبقينا متمكنين جدا في التعامل مع المرضى، والدليل قله عدد الوفيات. هو انا مش عارف، هو الدكتور امجد مش واخد باله ان الاطباء زمايله اتوفى منهم اكتر من 200 طبيب بسبب الفيروس؟ الحق ده بيقول لك المنظومه الصحيه في مصر، احنا عندنا منظومه برضو يا راجل؟ يعني ليه فتحه الصدر دي يا دكتور؟ ما كلنا عارفين البير وغطاه. يعني اتعلم من البرنس ده، طلع يقول الاعداد والاصابات والفيروس وناخد بالنا واللقاح، هوب الوعي هو اللقاح يا شعب. ولا يا دكتوره؟ ايوه حضرتك الوعي في كل حاجه قشطه زي الفل حلو، بس انا كمواطن مصري عايز اعرف الحكومه هتشتري كام مليون جرعه لقاح وهيوصلوا امتى وهنوزعهم باي طريقه، زي ما المواطنين في كل دول العالم بيعرفوا، يعني بيعرفوا حكومتهم هتعمل ايه وهيحصل معاهم ايه. شفت؟ انت قلت بنفسك دول وحكومات ومواطنين. هل انت مواطن عشان تعرف خطه اللقاح؟ انت فاكرنا هنعمل زي الحكومات اللي بتتعاقد على اللقاح وهتوزعه ببلاش على الشعب؟ فوق يا حبيبي فوق، دول مواطنين في وطنهم، انت هنا لقيط. لما تسخن اخرك معانا نديك لبوسه وعي وخمسه بقى كده. ربنا هو الذي جاء عبد الفتاح السيسي عندما أنقذ الشعب ودعم وقاد وتفاعل وانصهر الرئيس عبد الفتاح السيسي في بوتقة الشعب. وإيه كمان؟ قول كلامك حكم. وأنا أحد الذين خرجوا لثورة 30 من يونيو بعد أن حملت كفني على يدي. سيادة النائب احترم المجلس وما تزعقش. اطلب من سيادة النائب الخروج من الجلسة. ايه تاني؟ تحيا المشير السيسي. في ظهري على طول. ليه؟ علشان لما في ايه يا جدع؟ القانون قانون على يومهم. ماشي يا شكرا اتفضل. بقول لك على الصلاه دي المحرمات من بيت عبد الفتاح ما يقف يوديني النيابه العامه. تحكوش ليه؟ عبد الرحيم علي هرب الى دبي. اولا انا مش في دبي، انا في باريس. الحشيش تمام؟ هنغني دلوقتي لنمبر 1 في العالم، رئيسنا نمبر 1. بلاش اللي مالوش كبير بيشتري ده اللي اتربينا عليه. انا بقول لك بلاش. محمد رمضان. يلا انت ونصيبك بقى. وما قام به من جريمه. يا محمد اذا بليتم حتى فاستتروا. بالمناسبه رايح وعارف مش عارف، لا عارف، وكاننا ناقصين كمان محمد رمضان. مين انا بخاطب السيد الرئيس المحترم عبد الفتاح السيسي، بقول له انا واخدك يا سياده الرئيس قدوه ليا. انت يا زين ما اخترت، يا زين ما اخترت. مرتضى منصور شكله كده ولا حتى اعاده، ارقام ضعيفه. ومرتضى منصور ايه؟ صادق. وقف السيد مرتضى احمد محمد منصور رئيس مجلس اداره نادي الزمالك، يعني مرتضى منصور لا اي شيء رياضه 4 سنين. السلام عليكم. بصوا احنا في مصر، يعني ده سلو بلدنا، اي حاجه مهمه بننفض لها، اي حاجه تافهه هنحضر فيها ماجستير وهناخد فيها دكتوراه ناو. وبما اننا النهارده احنا بتوع الاتوبيس، فروحوا شوفوا حلقه احنا بتوع الحز فيها تفاصيل اكتر، واشتركوا في القناه بالمره، يعني مش هيجرى حاجه. النهارده عايز احكي لكم قصه لما تسمعوها هتقولوا في اخرها كده يا سلام يا عم بكر، اما قصه عبره صحيح. القصه بتقول ايه؟ اننا في الدنيا دي اغراب، وان كل الدوشه اللي حاصله في الكوكب ده والوغش كلها يجي 100 سنه ومش هتلاقي ولا واحد من اللي موجودين دلوقتي. كلنا كده بالصلاه على النبي على بعضنا كده هنتغير، هنتبدل، هنبقى تحت التراب، وهيبقى في ناس تانية غيرنا خالص تكمل خراب في الكوكب براحتها بقى، او تعمره كل واحد ودماغه. القصد مفيش حاجه مستاهله تبيع نفسك عشانها. يعني بص حواليك والنماذج كتير، احنا يا دوب يا عم جبنا 4 منهم بس عشان وقتك الكريم يعني ووقت الباقه. يعني عبد الرحيم علي وتوفيق عكاشه ومحمد رمضان ومرتضى منصور، كل واحد فيهم مواقفه وكلامه وحركاته وتصريحاته وافعاله معروفين، مش هنرغي كتير ونعيد ونزيد فيها. كل ده فادهم حاجه في الدنيا؟ واحد يقول لي ايوه فادهم فلوس ومناصب ومكانه وشهره، اقول له عندك حق. طب فادهم دايما يعني وعلى طول الخط؟
اكيد الاجابه لا، ودينا شفنا بعينينا وسمعنا بودنا وهم بيتقلب عليهم في ثانيه، يا اما سايبينهم للسوشيال ميديا تشوحهم على الجنبين او بيحرموهم من امتيازات بياخدوها زي حصانه البرلمان مثلا. يعني شوف الصدف يا اخي، شوف الصدف، مرتضى منصور ما يدخلوش المجلس، مش هو لوحده لا، ده هو وابنه احمد مرتضى منصور، وكمان خد عندك عبد الرحيم علي برضه ما دخلوهوش المجلس، وادوا له على ورقه كده 19000 صوت بس، وادوا رجل الاعمال محمد ابو العينين قصاده 125000 صوت. ابو العينين صاحب قناه صدى البلد اللي شغال فيها الاستاذ العظيم احمد موسى، ابو العينين بيبقى هو النائب، ومين كان قصاده؟ احمد مرتضى منصور وعبد الرحيم علي. خد مني الحته دي بقى، محمد رمضان من نفس دايره عبد الرحيم علي، وصرح بانه بيدعم عبد الرحيم علي في الانتخابات وبيتمنى فوزه. ايوه بالظبط، كلكم شفتم وتابعتم هجوم الاستاذ احمد موسى على مرتضى منصور، واللي مش من دوافعه ابدا ان مرتضى منصور زملكاوي يعني وموسى اهلاوي، لا خالص، دافعه اعمق واكبر من كده يا ساده، اصحوا للكلام. وبرضه هجوم الاستاذ احمد على محمد رمضان مش عشان التطبيع بقى، تطبيع مين؟ الاستاذ احمد اصلا عباره عن ايقونه، تبقى دوافعه غالبا ان الفنان محمد كان بيدعم واحد ضد ابو العينين صاحب القناه مديري. يعني يرضيكم احمد موسى لطوب الارض ويجي عند اللي بياكله الشهد ويعمل مهني وموضوعي؟ بالنسبه للناس دي فكلها مصالح، ساعات تتصالح وساعات على دبي او فرنسا او لندن انت وشطارتك بقى، او ممكن يكون اخرك على الغيط وتقعد تنده على البت سعديه زي توفيق عكاشه كده مفجر ثوره 30 يونيو زي ما بيوصف نفسه، وفي الاخر اتطرد من مجلس النواب بطريقه مهينه. ليه؟ قال بيقول لك بيطبع مع المحتل، اللي هو اي كلام والسلام. بقى انتوا بتتكلموا عن التطبيع، طب اسكتوا عشان نفس الناس اللي شافوا الحكومه وحميده ملفوفين في ملايات شافوكم وانتوا نايمين في سرير المحتل، فبلاش اشتغالات. اكيد في سبب تاني خلاكم تعملوا فيه كده، يمكن نعرفه كلنا في يوم من الايام. الشاهد يعني الشاهد محدش بيفضل في مكانه العمر كله، ودي شفتوا اللي حصل لكتير محدش كان يتخيل انهم في يوم ممكن حد يقرب لهم او يدوس لهم على ديل او طرف يعني، وديهم بيلفوا حوالين نفسهم وده في الدنيا، انما اللي هيحصل في الاخره دي ده علم عند ربنا بقى. خلاصه الكلام اللي فات ده ممكن ياخدنا الخبر اتقال كتير ومنشورات وتغريدات اتكتبت كلها عن وفاه شمس بدران. أنا شمس بدران، وأنت عارفني كويس، أنا مش عايز حد منهم ينام في بيته النهارده، لموهم من كل مكان، ما تقوليش السجون مليانة. ساعة البيع احنا مش بتوع الحاجات دي، ايوه احنا بتوع الاتوبيس. لم تكن الشجاعة من صفاتي المميزة. أقل ما فيها يا أخي يبقى لك رأي ولو بالكلمة. إذا كان أنا طول عمري ماليش رأي واترميت هنا، أما إذا كان ليا رأي كنت رحت فين؟ طريقة خبيثة طبعا. رايح فين؟ هقعد في الطراوة أحسن كلامكم ده يودي اللومان. ما أنت في اللومان يا حاج مرزوق. 90% من اللي موجودين في السجن جنائي. احنا بتوع الاتوبيس، لكن احنا مالنا ومال الدم والتغيير والكلام اللي انتوا بتقولوا عليه ده كله. هو دي مصر. خلونا في حالنا يا ناس. عارفين مين شمس بدران؟ بدران اللي عاش اكتر من نص عمره في بريطانيا، يعني ساب مصر من السبعينات، يبقى وزير الحربيه الاسبق. ايوه تولى وزاره الحربيه اللي هي اسمها الدفاع دلوقتي، كان وزير حربيه في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. امتى بالظبط؟ في نكسة يوليو 1967. ايوه شمس بدران احد قادة النكسة، كان احد قيادات الجيش واحد ابرز قادة نظام عبد الناصر، جاب لنا النكسة والهزيمة، وبعد النكسة عبد الناصر كان عايز يعينه رئيس جمهورية، ده شمس بدران اللي بيحكي بنفسه، وبعد كده غير عبد الناصر رأيه. يسكت شمس بدران؟ يعتذر؟ يروح يستخبى من الناس ويتدارى؟ ابدا، بيدبر محاولة للاستيلاء على الحكم من عبد الناصر، وبعد ما اتكشفوا قال لك كنا نسعى لتطبيق الديمقراطية. ايوه ديمقراطية، اللي هو انا حاسس ان انا ديمقراطي سيكا كده. واحد عاش جزء كبير من حياته ما وراهوش غير انه يعذب في المواطنين، وفاشل حتى في مهمته كوزير دفاع، وجاب لهم النكسه. فجاه حس ان الشعب المصري لازم يعيش يا عيني في الديمقراطيه. انا بحب الديمقراطيه قوي يا شعب مصر. شمس بدران دمر اجيال وجاب لنا الهزيمه والنكسه، وفي الاخر عاش حياته بالطول والعرض في اوروبا، بياكل احسن اكل ويلبس احسن لبس وبيتعالج احسن علاج، واحنا ولاد الكلب الشعب بناكل ونشرب ونتعالج في قلب الكنيف ذات نفسه. عاش في بريطانيا يجي 50 سنه تقريبا، يعني اكتر ما عاش في مصر. لا حد قال عليه مجرم ولا خاين ولا عميل. ودلوقتي يجي اللي يقول لك عارض من جوه، واللي يقول لك اللي يعيش بره بلده ويعارضها يبقى خاين. طب واللي يعيش بره بلده وهو كان فشخها وهو جوه يبقى ايه؟ زيه زي حسين سالم ويوسف بطرس غالي وغيرهم، اللي يعارض بلده يبقى خاين. لا يروح امك، ما اسمهاش بيعارض بلده، اسمها بيعارض الحكومه، والحكومه دول شويه موظفين عندنا نعترض عليهم عادي. يعني الواحد بيعترض عشان نفسه يشوف بلده اجمل بلد في الدنيا. فلو ما فيش انتقاد يبقى كارثه. المعارضه من ادوارها انها زي الاعصاب كده، بتخليك تحس ان في حاجه غلط بتحصل. يعني لو انت مش حاسس وكله ماشي قشطه يضرب تعظيم سلام والدنيا بتولع ومحدش واخد باله، فما تلومش اللي بيحذرك من الحريقه او يقول لك خلي بالك الطريق اللي انت ماشي فيه ده اخره سد. ما هو لو ما فيش اعصاب وانت ماسك سكينه عمال تشرح جسمك كله من غير ما تحس، فكويس ان في اللي بينغشك اللي بيخليك تحس. ولا البعيد ما بيحسش ولا ايه؟ ما انت لو ما حسيتش ان ازاي ده وجعاك هتنفجر وتموت من سكات. لو ما حسيتش بالسقعه مش هتروح تتدفى فهتموت من البرد. دي القصه ببساطه يا جدعان، عشان الموضوع مش موضوع اشخاص ابدا.
الموضوع ان زي ما شفتوا كده انت ممكن تقعد سنين تبيع في كل حاجه محترمه فيك، تبيع بلدك عشان شخص، وفي الاخر الشخص ده مش هيسمي عليك وهتتباع في ثانيه ويأذيك عادي، وساعتها هتبقى خسرت كل حاجه. لكن لما تتمسك بالحق والعدل، لما بتكون بتعارض اي شخص عشان خير لبلدك ولاهلها حتى لو اتأذيت، هتبقى كسبان يا عم، كسبان نفسك حتى، وكسبان ان شاء الله دنيا واخره. فيمكن اللي بيحصل النماذج دي فوقنا كلنا، يخلينا ننتبه كده ونصحصح وناخد بالنا ان لا بتوع الاتوبيس اللي في حالهم هيتسابوا في حالهم عشان هم فاكرين انهم في حالهم ومحدش شايفهم يعني، ولا اللي دايس في الناس هيقدر يدوس عمره كله ولو عاش 90 سنه. عشان كده كلنا بنقولها بالفم المليان، احنا مش بتوع الاتوبيس، احنا اصحاب البلد. احنا هنبطل حزق في الهيفا على قد ما نقدر، احنا هناخد بالنا من بعض ونتكلم عننا. فسيبوا اللي ينتقد ينتقد، سيبوا يا عم اللي يعارض يعارض، وطلعوا المظلومين، طلعوا المظلومين من اول هدى عبد المنعم ومهنور المصري وسمية ماهر مرورا بسيد مشاغب وصولا لاحمد سبيع. وانتوا كمان اكتبوا طلعوا المظلومين، اكتبوا احنا مش بتوع الاتوبيس، احنا اصحاب البلد. والكل اللي يشارك مقدما هنقول له شكرا، وبرضه هنقول شكرا لكل اللي بيتفرجوا علينا ويسعدونا بتعليقاتهم. شكرا من القلب على دعمكم وتشجيعكم عشان نستمر، وتحيه لكل اللي انتسبوا للقناه ولكل شركائنا على باترون. ولسه ما اشتركش نقول له روح اشترك 5 مصر على يوتيوب واعمل لايك للحلقه واكتب رايك في تعليق وشارك الحلقه مع اصحابك، واستنى حلقه جديده الخميس الجاي عشان نكمل كلامنا. سلام. 5 بس وجاي، 5 وراجع، 5 بالحب.